أهلا بيكم في قناتي تجربة إيمي. تجربتنا النهاردة في القصر اللي قدامكم الجميل ده، قصر الأمير محمد علي. القصر ده مبني على الطراز الإسلامي. دي الأماكن الموجودة جوه فيه. طبعا فيه أكتر من مكان للزيارة وكلهم أجمل من بعض. تعالوا ناخد جولة مع بعض ونتفرج على المكان من جوه ونشوف جمال وروعة الفن الإسلامي زمان. طبعا في المدخل زي ما شفتم كده في حد قاعد بيبيع حاجات أثرية، مفتاح الحياة، كتب ثقافية للأطفال وللكبار. ودي حديقة القصر، وده أول مكان هنزوره مع بعض جوه القصر، وده المسجد. يعتبر المسجد من أجمل الأماكن اللي موجودة في القصر، قصر الأمير محمد علي أو متحف الأمير محمد علي كما يطلق عليه. القصر ده موجود من العهد الملكي، أحد قصور العهد الملكي، ذات طابع معماري خاص جدا. بدأ البناء فيه سنة 1901 وانتهى البناء فيه سنة 1929. القصر موجود في المنيل في القاهرة، وبالتحديد قدام القصر العيني. المكان تحفة فنية معمارية مميزة جدا. زي ما انتم شايفين المكان اللي في النص ده كان بيقعد فيه الإمام او اللي بيقرا القرآن، كان موجود بيقعد في المكان اللي في النص، معمول له مكان خصيصا، وده مطلب مية الذهب. المكان مفهوش جزء ولو بسيط الا لما فيه ديكور وزخرفة ونقوش. السقف خرافة، معمول بطريقة حلوة جدا جدا، والمكان لسه محتفظ برونقه وجماله وشياكته. دلوقتي نطلع من المسجد ونتفرج على حديقة القصر. كان نفسي الحقيقة أتجول في الحديقة، لكن للأسف معمول حواجز زي ما انتم شايفين، ممنوع للزوار يمروا في الحديقة. بس هي كبيرة جدا، وواضح ان كلها نباتات نادرة زي ما انتم شايفين. أشجار شكلها مختلف، الزرع شكله مختلف، في أكتر من حاجة شفتها أول مرة أشوفها في حياتي هناك. واضح ان كلها نباتات نادرة ومميزة جدا، وشكلها منتهى الروعة والجمال. وعلى فكرة كبيرة مش صغيرة، لكن للأسف ما قدرتش أتجول فيها عشان ده كان ممنوع. ده المكان التاني هنخش فيه مع بعض، ده متحف الصيد. موجود فيه تقريبا كل الحيوانات اللي تتخيلوها محنطة كلها، لأن ده أسد زي ما انتم شايفين، وكان فيه نمر، وكان فيه فهد، ودي غزلان. انا يعني ما سألتش بصراحة هناك، وحاولت برضو ابحث عن الموضوع. انا ما اعرفش الحيوانات دي كان اصطادها الملك، قصدي الامير، وحطها في المتحف عنده، ولا هي اصلا هم جمعوها وحطوها في المتحف. يعني فيش معلومة ثابتة. انا بصراحة ما قريتش اللي كان موجود، ممكن يكون في معلومة على الباب، لكن انا من مكان من انه كبير وعايزة اتجول في كل حتة فيه الحقيقة، اهتميت ان اتفرج اكتر من اقرا البيانات الموجودة بره. لفت نظري ان كلها حاجات حقيقية، مش مجرد ماكيتات، لا دي حاجات حقيقية متحنطة، معمولة بشكل حلو قوي. يعني في هناك شبابيك كلها بص على الحديقة، في كل شباك موجود زي ما انتم شايفين ده تمساح كبير، ده بحجمه متحنط، ودي معزة، وكان في قطط، كان في بجعات، دي بجعة، كان في فراشات كتير متحنطة. ده ديناصور، معرفش جابوه منين اساسا، يعني انا مش مستغربة ان يكون في هيكل عظمي ديناصور. وكان في كابوريا كبيرة قوي، وكان في جمبرياية كبيرة قوي. كان في حاجات كتيرة جدا، حاجات من البحر ومن البر، وكلها متحنطة، وكان شكلها بصراحة واضح جدا جدا. وكان في قطة، وكان في ديناصور تاني زي ما انتم شايفين. المتحف جميل بصراحة، حلو قوي. دي فراشات شكلها كان حلو بألوانها، موجودة بألوانها، كلها محطوطة في صناديق بشكل معين، معروضة للزوار يخشوا يتفرجوا عليها في متحف الصيد. في تعابين كان شكلها مرعب، كان في اكتر من مكان فيه تعابين، كلها برضو متحنطة زي ما انتم شايفين كده، وحاطينها في صناديق للعرض للزوار يتفرجوا عليها. مش ده تمساح ولا ده بورس ولا مش فاهمة بصراحة ايه يعني الحقيقة، بس هي كائنات كتيرة وغريبة، وكلها كانت محطوطة في صناديق قدامنا كده للعرض. المكان ده كان موجود أول ما تدخلوا في المتحف على يمينكم،
بعد المسجد مباشرة. وكان في قبل منهم دي الكوارع اللي بقول لكم عليها، والاستاكوزا، استاكوزا كبيرة حجمها كبير قوي، موجودة برضو هناك في العرض بتاع متحف الصيد. كان في برضو أو قبل ما ندخل المسجد المفروض كان في اللي هو البرج، بس هو مقفول، ممنوع حد يطلع فيه، ما كانش مسموح بزيارته. فاحنا بعد ما شفنا المسجد دخلنا على طول على متحف الصيد اللي موجود فيه مجموعة كبيرة جدا من البرمائيات وكمان الأسماك زي ما انتم شايفين. خلصنا متحف الصيد ونطلع بقى الحديقة الجميلة اللي كلها ورد زي ما انتم شايفين. شكل الحديقة أنا عجبني جدا جدا، من أجمل الحاجات الموجودة هناك في القصر. الحديقة مساحتها والأشجار والورد والممرات الطويلة شكلها حلو قوي. كان مشكلة بس في حواجز زي ما انتم شايفين، الحواجز الخشب دي كان ممنوع حد يدخل يتفرج جوه الحديقة، بس الفضول بصراحة كان هيقتلني وكان نفسي أدخل أو أتفرج عشان شكلها كان جميل قوي قوي ومنظمة ومنسقة. وبصوا ألوان الزرع عامل إزاي، ورود، وواضح إن في نباتات نادرة، إن أشكال الشجر مختلف. أنا أول مرة أشوفه، أشكال الشجر هناك مختلف جدا وشكله مميز وجذاب، تحبوا تمشوا وتتفرجوا عليه. حتى أنا سألت أحد العمال هناك ممكن أدخل، قالوا لي ممنوع تدخلي هناك. ده المكان التالت اللي هنخشه مع بعض، ده اسمه سرايا الإقامة، المكان اللي كان بيقيم فيه الأمير محمد علي. المكان ده حلو قوي ومفروش حلو جدا جدا بطريقة شيك. دي القاعة الزرقاء اسمها كده، وفيها قعدات عن النظام العثماني. المكان ده مبني على الطراز العثماني. كان معروف عن الأمير محمد علي إنه من هوايته، أهم هواية عنده أو الهواية الأساسية عنده اقتناء التحف، وكان مخلي ناس كمان بتجمع له تحف من كل مكان. زي ما انتم شايفين بشرح لكم المكان اهو من وسط القاعة، بيخلي ناس تجمع له من كل مكان في العالم كمان تحف وانتيكات. دي حجرة الطعام، السفرة، شايفين السقف، انا تعمدت اصور السقف والحيطان، كل ركن وكل 2 سنتي فيهم انتيكات وتحف وفازات وسجاد حاجة كده فخامة وشياكة وأناقة ملفتة للنظر. دي نافورة في وسط الصالة اللي موجودة في سرايا الإقامة، دي من الألاباستر، مصنوعة من الألاباستر، وده كرسي للأمير. هلاقي برضو في الصالة هنا صور لعائلة محمد علي، وصورة للأمير محمد علي نفسه صاحب القصر هنشوفها دلوقتي مع بعض، وحاطط تمثال للخديوي توفيق. دي كلها أسرة محمد علي. طبعا سرايا الإقامة دورين، ممنوع حد يطلع الدور التاني، كنا بنتفرج على الدور الأرضي بس عشان الدور التاني متهالك تقريبا، أو السلم متهالك مش هيستحمل زوار يطلعوا كل شوية. يعني طبعا المكان ده مبني من حوالي كام سنة، يعني هو اتبنى 1901 وخلص 1929، ودلوقتي احنا في 2024. فطبعا عمر المكان يعني كويس ان هو لسه موجود بقيمته وبجماله وبروعته وبشياكته. دي كانت اواني، اطقم استخدام للاكل تقريبا، كوبايات وفناجين وحاجات فضيه وذهبيه، شكلها حلو قوي. المكان شيك جدا جدا، اللوحات اللي فيه والفازات والانتيكات واضح بجد انها قيمه، وواضح انها غاليه، لأن كان الأمير محمد علي بيحب يجمع الحاجات دي من كل مكان في العالم، وكان بيشتريها بأي تمن، وكان بيخلي دايما الناس تجمع له الحاجات دي وتجيبها له من كل مكان في العالم ويحطها في القصر بتاعه. وهو كان موصي من بعد وفاته إن القصر بتاعه يبقى متحف للزوار، أنه كان عارف وعلى يقين الحاجات دي مش موجودة. ده الخديوي توفيق، وده المكان زي ما انتم شايفين. هوريكم دلوقتي كمان صورتي. ده الأمير محمد علي صاحب القصر، طبعا واضح انه برنس في نفسه، الشياكة والأناقة الملكية. طبعا زمان كانوا بيعتزوا جدا جدا ويحبوا يخلوا قصورهم تبقى تحف فنية، كانوا بيتفننوا في ان يخلوا القصور شيك، حتى هو شكله اصلا شيك زي ما انتم شايفين. كل مكان موجود فيه تعليمات شرحة فيها
الأماكن اللي موجودة. ده الدور التاني السلم بتاعه، كان نفسي أطلع برضه جدا، الفضول كان نفسي أطلع أتفرج على المكان فوق اللي موجود فوق غرف النوم. لكن طبعا لما سألت المسؤولين اللي موجودين هناك قالوا لي السلم مش هينفع طبعا، عشان عمره المكان ليه فوق ال80 سنة، مش هينفع كل شوية حد يطلع يتفرج فوق في الدور التاني، ده هيأثر على السلم الخشب اللي موجود هناك. وزي ما انتم شايفين بين كل أوضة والتانية برضو حاطين فواصل كده، ممنوع حد يدخل جوه الغرف، احنا بنتفرج عليها بس من بره، غير مسموح بالدخول جواها، عشان استخدام الحاجات دي ممكن طبعا برضو مع الوقت ومع الزوار الكتير هتتبهدل. هدخلكم دلوقتي كمان في القاعة الجميلة دي، اللي قبل ما ادخلها برضو حبيت اوريكم الحديقة اللي قدامها. شايفين دي الحديقة اللي قبل المكان اللي هندخله دلوقتي ده، وده اسمه سرايا العرش. مكان طويل، قاعة أو صالة كلها كراسي مذهب مفروشة قطيفة، فيها برضو فازات وأنتيكات شكلها في الحقيقة روعة. ممكن يكون التصوير كمان ظلم المكان ده جدا، وفي الواقع أفخم وأشيك وأروع من كده بكتير. الحقيقة أنا من عشاق العصر الملكي، أنا بحب جدا القصور الملكية، بتشدني وبتعجبني بطريقة غير طبيعية. الفازة دي كانت أطول مني تقريبا، كان كبيرة قوي، أطول من شخص. شايفين الفخامة والشياكة. طبعا ان تكون الحاجة دي موجودة من 80-90 سنة لغاية دلوقتي بنفس جمالها وشياكتها وروعتها، ده دليل ان الحاجات دي متنقية فعلا بدقة وبعناية جدا. كنت بقرا دلوقتي الحاجات اللي موجودة هناك، بيحكي لنا تاريخ المكان، ألوانه مبهرة، المذهب اللي موجود في الأنتريهات وفي الصالونات شكله جميل وجذاب جدا. القاعة دي حلوة قوي، ده كان المكان اللي بيجتمع بيه برجال الدولة أو الناس اللي معاه أو المجموعة اللي شغالين معاه بيتكلموا مع بعض في أعمال الشغل بتاعتهم. شايفين القاعة فخمة ازاي؟ حاجة في منتهى الشياكة ومنتهى الجمال، عجبتني جدا جدا، بالأماكن اللي شدتني هناك. في بقى المتحف الخاص، طبعا ده ما دخلناهوش برضو، هنطلع الدور التاني فوق. تعالوا اتفرجوا معايا على الدور التاني فوق. المكان ده برضو حلو قوي فوق، احنا زي ما شفنا تحت سرايا العرش ليها دور تحت ودور فوق. الدور اللي فوق ده كانوا بيسموه الجلسات الشتوية، وقت الشتاء في قعدات فوق، المكان متقفل زي ما انتم شايفين. كان نفسي برضو ادخل بس انا مش عارفة. المكان ده فرشه كله فرنسي، كل الفرش اللي موجود فيه من فرنسا. عايزة اقول لكم المكان ده مبهر اكتر من مبهر، انا ما كنتش عايزة امشي من قدامه من جمال الالوان. الوان مميزة جدا زي ما انتم شايفين، يعني غريبة شوية، اسمها حجرة الاوبيسون او الاوديسون حاجة كده. شايفين اطقم المذهب اللي موجودة والحاجات الكلاسيكيات والترابيزات والكراسي والستاير والسجاد والديكورات اللي في الحيطان، مبهرة مبهرة بجد، حاجات شكلها رائع. تحبوا تتفرجوا على جمال الفرش اللي صعب نشوفه في أي مكان غير في مصر، في الأصول المصرية. ده بيانو على التراث برضو القديم. لما سألت برضو الناس اللي موجودة هناك في القصر، عرفت منهم إن السجاد اللي موجود في القصر بالكامل موجود جايبينه من إيران ومن اسطنبول. كل السجاد اللي هناك زي ما انتم شايفين ده تركيا واسطنبول وإيران. والزخارف الموجودة دي كلها على التراث الفارسي والأندلسي. والعفش جايبينه تقريبا من كذا مكان في العالم، لكن أغلبه من الأندلس ودمشق. كل مكان أروع من التاني، كل صالة دخلتها وكل قاعة اتفرجت عليها كان فيها ديكورات أجمل من اللي قبلها. ورغم ان المكان ده من فترة طويلة 80-90 سنة، إلا إن المكان لسه محتفظ بشياكته وجماله وروعته. طبعا بينبهوا على الناس محدش يلمس حاجة، محدش يحاول يصور بفلاش، عشان ما يأثرش على جودة وجمال المكان، ويفضل معانا أطول فترة ممكنة الناس تستمتع بيه وتتفرج عليه، يبقى مزار لكل المصريين والأجانب والعرب من كل مكان في العالم. طبعا يشرفونا وينورونا يتفرجوا على جمال الأصول المصرية. أنا خلصت جولتي فوق أنا وبنتي دي روجين بنتي، طبعا انتوا عارفينها من الفيديوهات اللي بتصورها معايا. ودلوقتي هننزل
نكمل رحلتنا بقصر الأمير محمد علي. طبعا أنا تعبت من اللف وقلت أقعد شوية. في هناك كافيه زي ما انتم شايفين اهو، ده موجود برضو هناك في القصر للزوار بعد ما يتفرجوا على القاعات طبعا اللي غير مسموح الجلوس فيها. لكن اللي بيتعب بما ان المكان فيه اكتر من مزار ممكن تقعد تاخد قهوة تاخد نسكافيه. فالحقيقة انا فكرت اقعد شوية قبل ما اكمل بقية الاماكن اللي موجودة. المكان هناك مش كبير لكن في كل حاجة، في قهوة في نسكافيه في شاي في حاجات حلوة في فشار. اللي يحب يقعد كده يعمل بريك كده شوية. أنا جبت عن نفسي نسكافيه أنا وبنتي، أنا جبت لنفسي نسكافيه جبت لها هي حاجات حلوة. وقعدنا كده قلنا نريح شوية قبل ما نكمل جولتنا ونتفرج على باقي القصر. قابلنا القطة الجميلة القمر دي وبنتي طبعا قعدت تأكلها. قطة كانت جميلة جدا جدا شكلها أمور، وجابت صاحبتها تقريبا القطة التانية وقعدوا الاتنين معانا. كان وقت بصراحة ظريف وجميل وانبسطنا جدا. وأسعار الكافيه على فكرة مش غالية قوي، معقولة. دول القطط الجمال، وده الكافيه حلو قوي. انتوا قاعدين في نجيلة في الزرع، حواليكم الشجر، الفيو حلو قوي قوي. القعدة كانت جميلة بجد. دلوقتي بقى نكمل رحلتنا وزيارتنا لمتحف الأمير محمد علي. المكان ده اسمه سرايا الاستقبال، زي ريسبشن بالنسبة للقصر. ده موجود في مدخل القصر. أول ما تدخلوا من القصر على يمينكم، عبارة عن دورين، دور الأرضي والدور اللي فوق، ده الدور اللي تحت. المكان ده كان بيستقبل فيه الأمير محمد علي ضيوفه اللي بيجوله من أي مكان في العالم أو جوه مصر. ده مسجد سلطان قايتباي، معمول من الخزف الأصلي ومحطوط كده على السلم ديكور، وانت طالع على السلم وتتفرج عليه شكله حلو قوي قوي. طبعا ده هدية كان موجود للأمير محمد علي. نطلع بقى فوق نتفرج في قاعتين موجودين فوق، قاعة مبنية على الطراز الشامي وقاعة مبنية على الطراز المغربي. دي اعتقد الشامي، هما الاتنين في وش بعض الحقيقة. كل واحدة مبنية بطراز مختلف عن التاني. كان الأمير محمد علي بيستقبل ضيوف في القاعتين دول، كان بنيهم على طراز الفترة دي. كان طبعا الحاجات دي منتهى الشياكة، كان بيجيبها من بلادها. كل قاعة بنيها جايب الفرش بتاعها من بلادها، قاعة من دمشق وقاعة للمغرب. زي ما انتم شايفين زي ما قلت لكم السجاد كله من ايران. الازاز الملون ده كان مع اضاءة الشمس كان بيدي الوان جوه القاعة رائعة. ازاز كله مزخرف ومزركش وكله الوان مع الشمس بيدي الوان في القاعة جميلة. الارضيات كلها رخام، الحيطان زي ما انتم شايفين كلها مزخرفة والرسم بارز فيها. مفيش ركن فاضي في القصر. القصر بالكامل منتهى الروعة ومنتهى الجمال. مفيش فيه مكان مفهوش ديكور أو لوحة شيك أو مكان جميل. مكان مبدع يا جماعة بجد. أنا انبسطت جدا جدا بزيارتي لقصر الأمير محمد علي، واتمنى الناس كلها تزوره. اللي عجبه الفيديو يا ريت لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشرفني ويشترك عشان يوصل له كل جديد.